انتوا عارفين سبب النكسه اللي احنا فيها، اللي الاهلي معاه اداره واحنا اللي معانا بوابين عماره. هو ده الفرق. الاهلي معاه اداره واحنا اللي معانا بوابين عماره. احنا لو معانا مجلس اداره زي النادي الاهلي يا جماعه، مجلس محترم، مجلس بيعمل عشان خاطر النادي، كان الزمالك ليه شأن تاني. نادي الزمالك اسمه بيختفي يا جماعه، اسمه بيختفي، اسمه بيقل. الزمالك بقى صيته في افريقيا وفي كل الدول العربيه بينزل، كل الدنيا عارفه النادي الاهلي. دلوقتي الزمالك خلاص، الزمالك مع مجلس الاداره اللي هو بيرقص النادي، الرئيس المعزول ده، الزمالك اسمه بيهبط. وعايز اعرفكم حاجه، خش على الكومنتات، انا عاوز اقول لكم حاجه والله العظيم. انا بكلم الزملكاويه اللي عندي على الصفحه، واللي عندي على الفيسبوك، واللي عندي على التيك توك، واللي عندي على اليوتيوب وكل المواقع. خشوا شوفوا الاهلاويه زعلانين ازاي على نادي الزمالك. اقسم بالله الاهلاويه زعلانين على نادي الزمالك عكسنا. انا اعرف ناس راحت اشترت تيشيرت الوداد، وناس من جروبات الزمالك اللي اعرفها صحابي عشان يشجعوا الوداد، وكان ناويين يعملوا فيديوهات بتيشيرتات الوداد في حاله الفوز على الاهلي في دوري ابطال افريقيا. بس ربنا كسفهم، ربنا كسفهم، لان ده نادي مصري وبيشرفكم انتوا شخصيا عشان انتوا مصريين، وكنتوا ناويين تشجعوا الوداد المغربي، بس ربنا كسفكم. خشوا على الاهلاويه، ده لدرجه والله العظيم، والله العظيم الزمالك في اخر ماتشين في الدوري لما كان بيكسب، والله كان في اهلاويه بيبعتوا لي رسايل مباركه في الدوري مش في افريقيا، بيباركوا لي الف مبروك يا ابو سينا للزمالك اللي هو كسب مباريات في الدوري. الاهلاويه زعلانين على الزمالك اللي الزمالك وقع، واحنا عارفين اللي الزمالك مين وقعه وما بنعترفش بحاجه زي كده. احنا ما بنعترفش وعارفين مين اللي بيوقع النادي، ورغم كده الاهلاويه عارفين فعلا جمهور الاهلي ده اعظم جمهور، جمهور وفي، جمهور عارف معنى يعني ايه الروح الرياضيه. عكسنا اللي كنا مع كل فرقه بيلعبها الاهلي في افريقيا كان جمهور الزمالك بيشجعها، شجع سان داونز وشجع الترجي اللي مسح بكرامتنا الارض، والاهلي حط عليه ومسح بكرامته في الارض في ملعبه في تونس، وجاب حق المصريين اخواته، حق نادي الزمالك، ومسك الترجي طلعهم البطوله بعد ما الترجي طلع الزمالك. وجايين تشتموني عشان قلت كلمه حق في النادي الاهلي، النادي الاهلي العظيم اللي بيشرف مصر. وبقولها تاني، وخدوا الفيديو وانشروه على جروبات الزمالك. انا بقول كلمه حق، انا نفسي الزمالك اطلع اقول له مبروك من قلبي عشان ده ناديه وبحبه. اكون دلوقتي بتغلطوا فيا عشان طالع ابارك لنادي مصري؟ هو الاهلي ده الاهلي هو اللي مشرف مصر، ده الاهلي هو اللي عمل سمعه الكره المصريه بما يرضي الله، بما يرضي الله يا جماعه. احنا لولا ما بنقولش كلمه بما يرضي الله وحق ربنا اللي الاهلي ده هو سبب شهره الكره في مصر، عشان كده ربنا مش راضي يكرم النادي. عشان كده انتوا بتروحوا تشجعوا فرق، الاهلي خلاكوا تشجعوا فرق افريقيا كلها. الاهلي والحقد اللي جواكوا خلانا نشجع افريقيا كلها. اي فريق بيلعب الاهلي تلاقي الزملكاويه بيشجعوه. ليه؟ الاهلي كسر نفسنا، الاهلي كسر نفسكم. بس افهموا، الاهلي وجمهور الاهلي العظيم نفسهم الزمالك يرجع، نفسهم بيشجعوا الزمالك دلوقتي، صعبان عليهم النادي، حاسين ان النادي اتخطف، الجمهور بقى في عزله، الجمهور الزمالك بقى في عزله، جمهور الاهلي احنا صعبانين عليه، بقى بيفرح لما الزمالك بيكسب متوشه في الدوري يا جماعه. لما الزمالك بيكسب متوشه في الدوري جمهور الاهلي بيفرح ويقول لنا الف مبروك. عارف عاوزين يرفعوا مننا والله. انا بقول للزملكاويه اللي هم زعلانين مني، فاهمني ازاي؟ والله جمهور الاهلي محترم جدا، جمهور ذواق، جمهور يعرف يعني ايه الانتماء، زعلانين على النادي زينا، عارفين ان النادينا اتخطف مننا. احنا نتمنى ان الزمالك ياخد افريقيا، وهنلاقي برضه جمهور الاهلي بيبارك لنا زي ما انا طلعت باركت لهم وانتوا زعلانين مني. جمهور الاهلي عظيم، الاهلي معاه اداره محترمه يا جماعه. ادي الزمالك اداره، شوف الزمالك ده هنبقى زي الاهلي، او على الاقل هنبقى قريبين من الاهلي يا جماعه. ارجوكوا، مش عايز حد يزعل مني، عايز احنا كلنا مصريين. الاهلي لما يلاعب فرقه من بره كلنا في ظهر الاهلي. اشحال جمهور الاهلي دلوقتي يا جماعه لما الزمالك بيكسب في الدوري بيشجع الزمالك، عايز الزمالك يطلع، شاف ان الزمالك وقع، شاف ان الزمالك ملهوش طلعه تاني مع مجلس الاداره اللي هو ماسكه، مع الراجل المعزول. ارحمونا يرحمكم ربنا.